ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. مبدئيا وقبل اي كلام لازم نوجه تحية خاصة لجمهور نادي الزمالك اللي فضل يساند فريقه طول ال90 دقيقة رغم الاداء السيء اللي كان بيقدمه نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك هو اللي على طموحات مشجعيه، ولكن في نفس الوقت هو اللي قدر يدمر احلامهم بالفوز بنهائي الكونفدرالية. لكن مباريات النهائي دايما بتحتاج مزيج من الشخصية، الجراءة، واسلوب تكتيكي تقدر ان انت بيه تفرض سيطرتك على الخصم، خصوصا ان انت بتلعب في ملعبك ووسط جمهورك. لكن الزمالك النهاردة كان في منتهى الانهزامية، ما قدرش يستفيد بالهدف المبكر اللي سجله من ضربة جزاء، بل بالعكس الهدف ده كان نقمة عليه وعلى لعيبته. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل في التفاصيل ونستعرض مع بعض ابرز لقطات المباراة عشان نعرف ليه نادي الزمالك ظهر بالمستوى المخيب للامال ده في مباراة النهاردة. لو جينا نبص للقطة قبل ما نشغل الفيديو هنبقى قدام تمركز مثالي للاعيبة نادي الزمالك. عندك شيكو بنزا وابراهيم موسعين عرض الملعب، عبد الله السعيد زايد في التلت الامامي عشان يعمل زيادة عددية هو وبزيرة والدباغ وكايد على حدود ال18، في حين ان فتوح رحل من الباك الشمال عشان يكون ديفندر تاني جنب شحاتة تحسبا لارتداد الهجمة. وبالفعل لما نيجي نشغل الفيديو هنلاقي الكورة وصلت لشيكو بنزا اللي قدر يعدي في موقف 1 على 1، فيلاقي قدامه الرباعي اللي عامل زيادة عددية في ال18، قدر بتمريرة متقنة انه يوصل الكورة الكايد عشان ينجح في الحصول على ضربة جزاء. في الوقت ده كان المفروض نادي الزمالك يلعب على نفس المنوال، خصوصا بعد الهدف المبكر اللي بيدي اريحية وهدوء اكتر في اللعب. لكن ما تفهمش ايه اللي كان بيدور في دماغ اللعيبة والكابتن معتمد جمال، خدوا المباراة لسيناريو مش متوقع خالص. في اللقطة دي بدأت لعيبة الزمالك تسيب الكرة وتلعب ميديم بلوك، فبالتالي بدأت لاعيبة اتحاد العاصمة تطلع بالكورة بكل أريحية وتاخد وقتها سواء في التحضير أو في بناء الهجمة. مش عايز أقولك إن أحيانا الزمالك كان بيفضل إنه يلعب لو بلوك كل اللعيبة تحت الكورة على إنه يحاول يقطعها في نص ملعبه، فكنت تلاقي شيكو بنزا بينزل ويضم على خط الدفاع عشان يكون المدافع رقم 5، وتكون التشكيلة في حالة الدفاع 5-3-2. وبالتالي الزمالك بطريقة اللعب 5-3-2 كان سايب نص ملعبه للاعيبة اتحاد العاصمة يعملوا ما بدلهم، فكانوا بيتبادلوا الكرات القصيرة بكل أريحية، وأحيانا تلاقي محاولات اختراق من العمق. اللقطة دي الواحد كان مستغربها بصراحة. لاعيبة الزمالك كانت أخيرا بتحاول تضغط على لاعيبة اتحاد العاصمة، وفجأة كل حاجة وقفت ورجعوا يستقبلوا لعب تاني. يعني مثلا في اللقطة دي عبد الله السعيد لو كان كمل ضغط وكايد راح ضغط على قلب الدفاع، وشيكو بنزا رحل لقلب الملعب عشان يضغط هو وشحاتة على لاعبين نص الملعب، كنت هتبقى قدام حاجة من اتنين: يا اما هتقطع الكورة وتعمل زيادة عددية 3-2 وتطلع بهجمة هتشكل خطورة على اتحاد العاصمة، يا اما لاعب اتحاد العاصمة هيضطر ان هو يغير ملعب، وبالتالي فتوح هيكون في مواجهة 1 على 1 مع الباك اللي هتوصله الكورة. لكن للأسف الرجالة اختارت الحل الأسهل، هو التمركز تحت الكورة واستقبال اللعب. المشكلة مش في كده بس، يعني عندك في اللقطة دي مثلا لما نادي الزمالك بيستحوذ على الكورة، المفروض أنا كفريق واقف بلعب لو بلوك بستقبل لعب وبعتمد على التحولات، فالمفروض التحولات تكون سريعة، لكن العكس اللي بيحصل تماما. تلاقي لعيبة الزمالك بتاخد وقت كتير في تحضير الهجمة وبدء التحولات، بيكون في الوقت ده لعيبة اتحاد العاصمة قدرت تتمركز تاني وتقفل عمق الملعب، فيضطر لعيبة الزمالك يعتمدوا على الكرات الطويلة اللي بتنتهي معظمها في أحضان لاعبي اتحاد العاصمة. اللقطة دي بتوضح أكتر المشكلة اللي بتكلم فيها بخصوص الكرات الهوائية. لاعيبة اتحاد العاصمة متمركزة في نص ملعبها، فتضطر لاعيبة الزمالك ان هي تنقل الكورة لورا، لكن مفيش اي صبر انهم يعملوا كام نقلة والتانية بحيث يسحبوا بيها لاعيبة اتحاد العاصمة لنص ملعبهم، وبعد كده يفكروا في بناء الهجمة. للأسف كلها كرات طويلة وعشوائية. هنا برضو كرة طويلة في ظهر الدفاع ولكن بلا أي جدوى. ليه؟ لأن الفريق متمركز صح، وبرضو نادي الزمالك مصر إنه يلعب على الكرات الطويلة،
طب استنى، انقل هجمة والتانية في نص ملعبك لغاية اما تسحب لاعيبة اتحاد العاصمة، وبعد كده شوف الحلول المتاحة قدامك ازاي تنقل الهجمة لنص الملعب. على الجانب الآخر عايزك تشوف طريقة ضغط لاعبي فريق اتحاد العاصمة. هتلاقي ان في 5 لاعيبة متمركزين على حدود ال18 بالاضافة للاعب الموجود في منطقة الجزاء. حتى لما الكرة وصلت لبيزيرا اضطر ان هو يلعبها على الطرف عشان يتخلص من الزيادة العددية الموجودة في عمق الملعب، وبكده تكون الهجمة فقدت خطورتها. ده غير لما نيجي نكمل اللقطة، شوف سرعة ارتداد لاعبي اتحاد العاصمة لمناطق دفاعهم عشان يغطوا التلت الدفاعي الخاص بهم. مش عايز اقولك ان ده شغل بدني جبار. انا معاك ان فريق اتحاد العاصمة كسب النهاردة بضربات الحظ الترجيحية، ولكن الحظ لا يبتسم الا للمجتهدين. وللأسف النهاردة نادي الزمالك لم يكن من المجتهدين رغم توافر كل الظروف. وفي النهاية دي كانت مجرد رؤيتي بعين المجردة. أتمنى أعرف رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعرفونا، وأشوفكم قريب إن شاء الله. سلام.